اهلا بيكم مرة تانية مع سكتش جراج، والنهاردة مع مرسيدس والاعلان الجديد عن مرسيدس جي ال سي الكهربائية بالكامل. يلا بينا نغوص في التفاصيل بتاعة التصميم وكمان نعمل شوية تعديلات. وقبل ما نتكلم على التصميم الجديد للجي ال سي محتاجين نتكلم في مقدمة كده شوية. مرسيدس من اول الالفية الجديدة وهي كانت واخدة كونسبت للديزاين بتاعها وهو الشارك فيش نوز او مناخير سمكة القرش، وده كان بيبان جدا في كل التصاميم بتاعت مرسيدس على الاجيال المختلفة من اول سنة 2002 تقريبا. الكونسبت ده فضل مكمل معانا لحد عصر الكهرباء، وفي عصر الكهرباء بدأت مرسيدس في الموديلات بتاعت الاي كيو اي شوية الدنيا تختلف معاها وشوية تركز اكتر على الدراج كوفيشنت او معامل احتكاك الهواء، وده خلانا ننتقل من سمكة القرش للصابونة. وحرفيا مرسيدس طلعت لنا صابون، بس خطوط صابون في كل موديلات الاي كيو، اي كيو اس، اي كيو سي، اي كيو اي، وده كان اثر جدا على مبيعات مرسيدس. وللاسف مؤخرا بدأ ده كمان ينتقل لموديلات البنزين، وشفنا حاجة زي السي ال اي الجديدة. انتقلنا بقى من سمكة القرش للسيلي فيش حرفيا. وش مضحك جدا، سخيف جدا، حتى الكونسبت كارز اللي كانت طالعه كلها كان بتقول ان احنا رايحين في حته وحشه قوي. لذلك الفيديو الجديد اللي نزل والتقديم الجديد والشكل الجديد للجي ال سي كهرباء انا شايف ان هو خطوه كبيره جدا في الاتجاه الصحيح، حتى لو لسه عليه شويه ملاحظات، بس خطوه كبيره ان مرسيدس رايحه وراجعه للاتجاه الصح مره تانية. كفايه رغي لحد كده، ويلا بينا بقى نغوص في تفاصيل التصميم وندي شويه تعديلات. ونبدأ من التلات ارباع الامامي المرة دي مش من المقدمة، لان لازم اول حاجة نتكلم عليها هو ان التاني رجعنا للشارك لاينز والشارك نوز تاني، رجعنا تاني لروح مرسيدس. انا لو شلت لك دلوقتي لوجو مرسيدس الكبير اللي موجود هنا ده ولوجوز مرسيدس اللي موجودة في الهيدلاينز وسألتك دي عربية ايه، انت هتعرف لوحدك ان هي مرسيدس حتى لو اللوجوز مش موجودة. كده احنا ماشيين صح، كده الهوية بتاعت مرسيدس رجعت تاني، رجعنا تاني للخطوط الحادة اللي كلها متوجهة لمقدمة السيارة عشان تعمل العدائية بتاعت سمكة القرش دي من قدام. رجعنا تاني للجريل الكبيرة اللي واخدة مقدمة السيارة كلها. لسه في شوية ملاحظات، بس كبداية وكلغة تصميم جديدة انا سعيد جدا بالخطوه اللي مرسيدس خدتها. يلا بقى نروح على مقدمه السياره ونتكلم عليها. مقدمه السياره اول ما تبص عليها اول حاجه هتاخد بالك منها هي الجريل. الجريل كبيره جدا جدا جدا، حاطين فيها 914 لمبه ليد صغيرين في الجريل، يعني اللي هيخبط الجريل دي خلاص يعني البقاء لله. مش عارف تصليح حاجه زي كده ممكن يبقى عامل ازاي. مش ناس كتير هتحب ده، انا شخصيا صراحه الذوق الشخصي حاسه كهارب قوي كتير واوفر، لكن في ناس هتحبه. ولكن في الاخر هو نفس الجريل الروح القديم بتاع مرسيدس. الهيد لايتس دي تقريبا نفس البوردر ونفس الاوتلاين بالظبط بتاع الهيد لايت بتاع الجي ال سي الموديل الحالي البنزين. ده شيء رائع جدا. الديفيوزر الامامي رغم ان هم مستعملين فيه برضو الاسود زي بي ام دبليو ما كنا بنتكلم عليهم في الاي اكس 3، بس هنا لا، الاسود متداخل مع اللون البادي بتاع العربيه، شكله حلو جدا، شكله خالص مش ان هو راكب على العربيه، بالعكس مديها جمال اكتر بكتير مع الحتتين الموجودين يمين وشمال دول، شكلهم رائع جدا. الخطوط كلها رغم انها شارب الا ان كلها كيرفت، مفيش اي كورنر شارب، مفيش اي كورنر تحسه 90 درجه او قريب من ال 90 درجه، مفيش خالص. خطوط كلها ناعمه تحسها مرسومه بالايد، غايه في الروعه الصراحه وعجباني جدا وخطوه حلوه جدا من مرسيدس. نخش على الجنب. الجنب يبان اكتر الخط اللي انا بقول لكم عليه، الخط بتاع سمكة القرش زي ما كنا بنتكلم في الأول. معانا هنا الكبوت اللي نازل لقدام، وبعدين الخط اللي طاير راجع لورا، خط واحد خفيف خالص في الباب واصل لحد الرفرف الأمامي، رائع بسيط جدا، خط واحد بس شارب في النص، مفيش باكيتات سودا تحت، مفيش باكيتات سودا حوالين الجنوط أو الكاوتشات. سيمبل وتحفه تحفه، وهو فعلا تاني نفس خطوط مرسيدس القديمه. انا حتى من الجنب شايف جي ال سي،
مش شايف خالص الحاجات الغريبه اللي كنا بنشوفها في الاي كيو اي. يعني زمان او مش زمان، يعني الاي كيو ايز كان الخط ابدا مش بيجي كده. الخط كان بيجي، كان مقدمه العربيه بتيجي من هنا وبعدين العربيه بتبدا كده، تلاقي العربيه كملت معاك، العربيه كلها حرفيا حته واحده. لكن هنا لا، رجعنا تاني كبوت كبير معانا خط طاير لحد ورا، رائع الصراحه. الهيد لايت الخلفي ده هنتكلم عليه شويه اكتر في التعديلات، بس في حته انا فاهم جدا هم ليه عملوها كده. لو خدنا خط من هنا وخدنا خط من هنا كده، هتلاقي ان الهيد لايت ده واخد بالظبط بين الخط اللي نازل من الروف فوق من السقف بتاع العربيه والخط اللي طالع من تحت من الديفيوزر الخلفي ده، تقريبا في نص المسافه بينهم بالظبط. تحفه تحفه. تحس ان احنا رجعنا تاني للايام ما كانوا بيصمموا العربيات على الجولدن ريشيو. واعتقد ان ده السبب اللي خلاهم يخلوا الهيد لايت ده جاي من هنا راوندد جدا، نص دايره تقريبا صريحه ما فيهاش شطره او حاجه. رايي الشخصي ان لو كان فيها شطره كان هيبقى شكلها احلى، لان خلاص يعني الناس دلوقتي، احنا في عصر الناس بقت متعوده اكتر على خطوط اجرأ، ما عادتش التصاميم بتاعت زمان اللي هي محافظه جدا على النسب ومحافظه جدا على الجولدن ريشيو وكده. فاعتقد ان لو كان في شطره، سواء الشطره دي من فوق او من تحت، كان هيبقى شكله الطف. بس انا متفاهم جدا هم ليه عملوه كيرفت كده، عشان يبقى في النص بين الخطين. وده دي الديتيلز الصغيره اللي بتخليك تشوف العربيه جميله وانت مش عارف انت شايفها جميله ليه. الجنود حلوه قوي، كلاسيك جدا، رغم ان هي بالمناسبه مقفوله فيها الحتات الايرو بتاعت العربيات الكهرباء. بس رجعنا تاني للجنود السيلفر، رائعه رائعه غايه في الجمال الصراحه، وجميله جدا. حتى العتب من تحت واخد برضو الكروم، رائع. فخطوط حلوه، انا معجب الصراحه جدا بالتصميم. التلات ارباع الخلفي في الطبيعي بيبقى اجمل ركن دايما من العربيه، واجمل كورنر دايما تبص عليها العربيه، اجمل زاويه هي التلات ارباع الخلفي. بس يعني انا شويه الصراحه عندي مشكله في التلات ارباع الخلفي بسبب يعني ايه، مش عارف، دوناتيل وسلاحف النينجا اللي هم حاطينها ورا دي، حاسسها بامانه مش لايقه ومش راكبه خالص مع المقدمه بتاعت العربيه. ودي من الحاجات اللي هنعمل عليها تعديل في مؤخره العربيه او في ظهرها. ولكن كمجمل احنا برضو تستيل نفس الخطوط بتاعت مرسيدس الطبيعيه، نفس طبعا ايه افتتاحات التهويه اللي اعتقد هنا هتبقى زائفه، اللي المفروض بتبقى للجنود الخلفيه. مفيش عربيه مرسيدس مش هتلاقي فيها الفتحتين دول. من الخلف اعتقد احنا اتكلمنا عليها في كل حاجه في التتابع الخلفي، ولكن نظره سريعه، عندنا برضو الديفيوزر خلفي معمول من الاسود، شكله حلو جدا. حتى الخطوط اللي موجوده فيه بتاعت الهواء شكلها رائع وناعمه. الخط ده بيقابل شويه اللي موجودين، القطعتين اللي كانوا موجودين من قدام اللي هم دول، شكله برضو حلو جدا. وخطوط العربيه كلها عامه باك تو بيزكس، باك تو مرسيدس. واحنا يلا بينا باك تو ريديزاين ونغير مع بعض حاجات في العربيه. هنبدا اول حاجه نخفي بقى الخطوط اللي احنا عملناها دي، ونبدا في مقدمه العربيه. لو بصيت على مقدمه العربيه هنا، انا اكتر حاجه حاسسها ان يعني الشبكه دي بتصرخ. انا مش قادر اشوف العربيه من كتر الشبكه، مش عارف اركز في تفاصيل تانية. الشبكه ضخمه جدا، كبيره جدا، مليانه نور، كهارب حرفيا. تو ماتش الصراحه بالنسبه لي، ومش حاسس ان تصميم العربيه محتاج كل ده. العربيه حلوه قوي، وتحس ان الشبكه دي لوحدها جت من روح مرسيدس اللي فاتت. يعني مثلا زي الحاجات اللي كنا بنشوفها عندهم، اللي هي الشبكه اللي بينور في السي ال اي. الحمد لله ان هم ما حطوش هنا اللوجو مرسيدس بينور في الشبكه، وخلوها بس دوتد سكويرز كده، مربعات. لو كانت كمان لوجوهات مرسيدس زي السي ال اي كانت هتبقى بشعه. بس برضو ستيل بالنسبه لي تو ماتش. يعني الشبكه فيها ليد بتنور، وفيها من جوه 914 ولا مش عارف 900 وكام اضاءه، انا نسيت. تو ماتش بالنسبه لي. فاول تعديل بالنسبه لي هيبقى ان احنا نصغر الشبكه شويه، نطلع الشبكه لفوق شويه. لما صغرت الشبكه حسيت ان العربيه بقت اوطى، بقت نسبها اضيق، وحسيت اكتر بالنوز بتاعت الشارك فيش، احلى بكتير بالنسبه لي، وهدد شويه من واقع الليدات الكتير اللي موجوده في الشبكه دي. تاني تعديل بالنسبه لي وهو ان احنا الاسود اللي تحت ده رائع جدا. ليه ما نعممهوش على الشبكه كمان؟ ليه الشبكه تبقى كروم؟ يعني كروم في ليد وجواه ليد منور، تو ماتش. لكن لو خلينا الشبكه سوداء زي الشبك بتاع اي ام جي، انا رايي هتبقى رائعه. ايه رايكم؟ الشبكه وهي كلها بقت سوداء بدل الكروم. هحافظ على الليدز الكتير اللي موجوده في مرسيدس، ان خلاص اوريدي يعني هم ده اللي في دماغهم حاليا، الشبك المضيء في العربيات الكهرباء هنحافظ عليه. بس هنخلي بدل ما يبقى وراه كروم يبقى وراه اسود، بيانو بلاك.
انا شايف الصراحه ان ده تعديل فرق جدا مع حجم الشبكه، فرق جدا في شكل العربيه. اخر تعديل عندي في المقدمه هيبقى على الهيد لايتس. انا عندي مشكله شويه مع الهيد لايتس. الهيد لايتس انا بحبها من الجيل اللي موجود دلوقتي، بس لما انت جيت حطيت جواها اللوجو بتاع مرسيدس، حطيت النجمه بتاعت مرسيدس، مش رابطه مع اي حاجه في الاوتلاين بتاع الهيد لايتس. بتحس ان انت جبت كشاف العربيه موجوده حاليا وغيرت محتواه بس حطيت جواه علامه مرسيدس. حلو الدي تايم لايت اللي فوق ده، بس ليه ما كانش في واحد تاني موجود من تحت يرد عليه ويقفل على النجمه بتاعت مرسيدس دي؟ فده هيبقى تعديلي التاني للهيد لايتس، ان انا هاخد من هنا لايت بار من تحت ليد، ونحط برضو عليه نفس الفكره بتاعت الرموش دي من فوق، ويبقى ده المنظر النهائي عندنا للمقدمه. ده كده بعد التعديلات اللي احنا عملناها، وده قبل. ايه رايكم؟ ونخش على جنب العربيه. جنب العربيه اعتقد ان توقعتوا انا هعدل في ايه. انا قلت لكم واحنا بنتكلم، انا التعديل الوحيد بالنسبه لي في جنب العربيه الصراحه هو في الحته اللي ورا اللي جايه من اللايت بار الخلفي، او من، هو ما عادش لايت بار بس من وحده الاضاءه الخلفيه، ان هي راوندد قوي. انا فاهم وزي ما شرحت لكم هي ليه راوندد، بس احساسي الشخصي ان هي لو جت مقطوشه هيبقى شكلها احلى كتير. فتعالوا نجرب مع بعض كده نشوف لو قطشناها هيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين دلوقتي عدلنا في الهيد لايتس الاماميه زي التعديل اللي احنا عملناه في المقدمه بتاعه العربيه، وده التعديل الخلفي قطشناها بس قطشه خفيفه كده من ورا. انا شايف الصراحه ان هي بقت احلى كتير جدا وفرقت جدا في روح العربيه. برضو هستنى اسمع رايكم في الكومنتس. لو عملنا دلوقتي كده نشوف ادي قبل وادي بعد، تعديل طفيف جدا بس في الهيد لايتس، في الاثنين هيد لايتس اماميه والاضاءه الخلفيه. لو رحنا على الثلاث ارباع الخلفي، اول تعديل لازم ابدا بيه الصراحه في الثلاث ارباع الخلفي هو زي ما قلت لكم الحته السوداء الكبيره اللي موجوده ورا، اللي فيها الانوار الخلفيه دي كلها شبه بالنسبه لي سلاحف النينجا جدا، صعب جدا الصراحه ومش لايقه بالنسبه لي خالص على مقدمه العربيه. الفكره كانت في دماغي برضه انا مش عايز اغير التصميم جذريا، فانا عندي اوريدي هنا من جوه بالاضاءه الحمراء بالليد في شكل اوريدي معمول تحت علامات مرسيدس اللي موجوده هنا دي، اللي برضه ستيل مش مربوطه مع اي حاجه بره يعني، بس مش مشكله. ليه ما اخدش الشكل ده هو واخده اوفست تحت على نفس اللاين الاسود البيانو بلاك اللي معمول ده؟ فتعالوا نجرب ونشوف. ايه رايكم كده؟ خدنا نفس اللاين الداخلي بتاع الاضاءه الحمراء الليد اللي موجوده ومشينا بيه بس على الاسود اللي موجود هنا، غير تماما في روح العربيه. تعديل خفيف، ما غيرناش نفس الفكره المرسيدس عايزاها بتاعت الرابطه البيانو بلاك السوداء من غير لايت بار، وانا مع الفكره دي جدا، ولكن غير جدا في روح العربيه مع بقى ايه القطشه اللي هنا دي او الكسره اللي هنا اللي احنا اوريدي عملناها في السايد. من التعديلات التانية اللي برضو انا مقترحها هنا في التلات ارباع الخلفي، الحته دي انا علقت عليها وانا بتكلم على تلات ارباع الخلفي. الحته دي مرسيدس او الفنت دي مرسيدس بتحطها في كل عربياتها تقريبا، ليها لازمه او عيره حتى لو هي فيك ومقفوله. هنا عندي مشكله، انا بحب شكلها جدا من ورا، بس لما تبص من تلات ارباع العربيه انا عندي هنا مشكله معاها، ان الخط ده جاي لي من الباب وبيطلع لحد فوق وبعدين جاي لي في الشنطه ورا وفي ظهر العربيه ومكمل. جت الحته دي قطعت الخط ده، دي مضايقاني جدا، وحاسس ان لو شلناها هيبقى شكل العربيه انعم واهدى وشكلها مور سيمبل واحلى بكتير. كمان العواكس اللي موجوده هنا دي شويه جايه على عين تحت كده، او مثلا عارفين الناس اللي هم بتوع الحروب زمان لما كانوا بيحطوا حاجه سودا كده كحل اسود تحت عينيهم، شويه شكلها بالنسبه لي غريب. فليه ما ننزلهاش تحت في الحته الديفيوزر اللي تحت دي، بدل ما احنا حاطين بس اللاين الكروم ده نحطها فيه، هيبقى شكلها احلى بكتير. يلا بينا مع بعض نشوف التعديلين دول. كده احنا عملنا شلنا الفنس اللي كانت موجوده هنا، خلينا الخط ده يكمل مع الخط اللي موجود في الباب، نزلنا العواكس الاتنين تحت بنفس الحليه كروم بتاعتهم. حاسس ان كده العربيه بقت سيمبل اكتر، اهدى وشكلها بقى احلى. من الظهر خلاص احنا اوريدي اتكلمنا عن كل تقريبا التعديلات اللي احنا كنا عايزينها، اتكلمنا عليها في التلات ارباع. نفس التعديل بتاع الهيد لايتس او وحده الاضاءه الخلفيه، والتعديل بتاع العواكس اللي نزلت لتحت، مع ان احنا نشيل الفنتس اللي موجوده يمين وشمال العربيه. من
من جوه احنا بقى يعني كنا بنتريق ونقول على الشاشات ال 15 انش ان احنا كده دخلنا في عصر التلفزيونات. مرسيدس بقى خدت الموضوع لليفل تاني خالص. احنا كده دخلنا في تلفزيون فعلا. شاشة 39.9 انش، 40 انش تلفزيون حرفيا. طول الشاشة 99 وكسور سنتي، متر كامل. انت قاعد متر كامل من الشاشة قدامك. بامانه تو ماتش. مش هقدر اعدل على الداخليه انها حلوه قوي، ولسه هغوص معاكم شويه تفاصيل فيها، بس الصراحه بالنسبه لي تو ماتش. الشاشه دي كبيره جدا، وانا مش متخيل ان انا ابقى قاعد وعندي هذه المساحه متر منور قدامي وانا سايق. حاسس صراحه ان هو ديستراكتد جدا وهيبقى مشتت ومزعج جدا. يمكن الانتقاد الوحيد اللي عندي على الداخل ان احنا ما عادش عندنا زراير. للاسف التكييف بقى باين ان هو بقى موجود في الانفورتينمنت سيستم او في السيستم بتاع العربيه. دي الكاميرا بتاعت الميتينجز. كنت افضل ان التكييف ينزل في زراير، خصوصا ان التابلو عندنا لسه نظيف وموجود فيه يعني مساحه ان يتحط فيه التكييف. ولكن اتس اوكي خلاص. اعتقد في مرحله ما الناس كلها هترجع تاني لموضوع الزراير ده. نفس عجله القياده من الجيل اللي فات تقريبا ما اتغيرتش، بالكاباسيتيف تاتش بتاعه الاي ام جي حلوه جدا. بالنسبه لي الثلاث شاشات دول رغم ان هم تو ماتش بس احلى بالنسبه لي من الجيل اللي فات. الجيل اللي فات كان عندنا شاشه هنا وكان شويه كيرفد، وبعدين عندنا شاشه هنا نازله لحد تحت كده مايله، وبعدين عندنا شاشه ثالثه هنا كان شكلها حتى مش حلو قوي يعني. انا شايف ان التلاتة كده احلى بكتير، والتابلو لما فضي من هنا كده بقى شكله برضو احلى وانضف بكتير من الجيل اللي فات. فعجبني الصراحة اكتر، مع اعتراضي على ان حجم الشاشة كبير قوي وهيبقى مشتت. التفاصيل بقى يا جماعة، يعني التفاصيل انا بحب مرسيدس قوي عشان الحتت دي. عايز اوريكم مثلا الصورة دي. ده فتحات التكييف. فتحات التكييف تحسها كرافتد، هاند كرافتد. تفاصيل رهيبة فيها، امبيانت لايت بيتغير مع الإضاءة المحيطية كلها رائعة. دي فتحة تكييف وسطية، دي فتحة التكييف اللي جنب اليمين وشمال العربية. دي أحلى فتحات تكييف شفتها في حياتي تقريبا. روعة روعة روعة، وتفاصيل حقيقي تحس إن هي متركز فيها جدا ومتعوب فيها جدا. ده كده ملخص سريع للعربيه الجي ال سي الكهرباء الجديده من مرسيدس. بالنسبه لي زي ما قلت في الاول خطوه كبيره جدا من مرسيدس في الاتجاه الصح، حتى لو لسه في مشاكل صغيره من الاجيال اللي فاتت اللي كان فيها تخبط كتير. شكرا جدا ليكم على المتابعه. مستني في الكومنتس تعليقكم ورايكم بين الاصل والتعديل اللي احنا اقترحناه، ونشوفكم في حلقه جديده من سكتش جراج واحنا بتوع عربيات.